السلام عليكم ورحمة الله. طلاب تانية ثانوي، دلوقتي إن شاء الله نحل مع بعض التقييمات بتاعة الوزارة. أول سؤال بيقول لي which of the following is fundamental physical quantity. كلمة fundamental معناها إن هي أصلية مش مشتقة من حاجات تانية. السبيد طبعا لا، السبيد مشتقة من حاجة تانية، السبيد أصلا بيساوي distance over time. طيب the radius of hydrogen atom، أيوه دي مظبوطة، الراديوس بنقيس الراديوس وخلاص، يعني مش مشتقة من حاجات تانية. طبعا هتلاقي البريشر ليه قوانين والتنس ليها قوانين، يعني الوحيده اللي مش مشتقه من حاجه هي الراديوس او اللينث او الديستانس، كلهم نفس المعنى تقريبا. which of the following is derived يعني مشتقه من حاجات تانية. الماس لا، الماس فاندامنتال بتقيس الوزن وخلاص. التايم فاندامنتال، الديستانس فاندامنتال، الويت الوحيد اللي درايفد، لان الويت يعتبر زيه زي الفورس بالظبط، والفورس لها قانون، فالويت نفس الكلام. the unit of length in Gaussian system، الجاوسيان سيستم اللي هو الفرنش سيستم، فالفرنش بيشتغلوا باليونت الصغيره، اللينث اليونت الصغيره بتاعته هتبقى سنتيمتر. طيب الفيرنير كاليبر بيقيس ايه؟ طبعا بتقيس اللينث، بتقيس اللينث الصغير. هنا بيقول لي السبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، وات از ذا يونت اوف سبيد ان بريتش. لو عايز يحولها بريتش فالديستانس هتبقى بالفيت او الفوت، ماشي ادي الفوت بير، والتايم بالسكند، يبقى اصبحت فوت بير سكند طالما هو عايز بريتش. السوليد انجل ميجر كانت ستريديان لو فاكر. طيب عايزين نعرف بقى الفيرنير كاليبر دي بتقيس كام. بص يا سيدي، بالنسبه للزيرو، هو الزيرو موجود فين بالظبط؟ هنا 20 وهنا 30، انا بحول السنتيمتر لمليمتر عشان كده حطيت زيرو. فهنا 20 21 22 23 24 25 اللي هو الفرع الطويل ده، ماشي 25 26 27، الزيرو بعد ال 27 يبقى 27 بوينت حاجه. الشرطه بتاعت الزيرو اهي، تاني الشرطه بتاعت الزيرو اهي، شرطه الزيرو دي موجوده بعد مين؟ ده 25 ده 26 ده 27، فالزيرو موجود بعد ال 27. تمام، يبقى كده 27 بوينت حاجه. طب 27 بوينت كام بقى؟ تعال نشوف، هنشوف الارقام اللي بعد الزيرو بقى، 0 1 2 3 4 5 كل دول، هنشوف انهي شرطه فيهم ماشيه مع اللي فوقيها بالظبط. هتلاقي تقريبا الفور، شرطه الفور ماشيه مع اللي فوق بالظبط، ولكن اي شرطه ثانيه غيرها بعديها او قبليها تلاقيها بعيده شويه عن باقي الشرط، وبالتالي 27.4 ملم، يعني احنا حولناها ملي. The measuring the mass of gold ring، when measuring the mass of gold ring او golden ring، عشان تقيس وزن خاتم ذهب يفضل استخدام ايه؟ طبعا السنسيف بالانس، هو راح فين؟ او الديجيتال سكيل، ماشي ديجيتال يا اما سنسيتيف. The appropriate tool to measure swimming race times is، يعني الأداة المناسبة عشان نقيس السويمنج ريس تايمز، عشان نقيس الوقت بتاع السباحة، يعني أكيد هتبقى ستوب ووتش. The gram is unit of mass in the، الجرام ده اليونت بتاع الإيه؟ بتاعة الفرنش سيستم، أي حاجة صغيرة تبقى تبع الفرنش سيستم. السكند فيهم كلهم، الثانية فيهم كلهم زي بعض. The pound is the unit of mass in، الباوند فين؟ في البريتش سيستم. The most accurate clock، يعني أكتر ساعة دقيقة طبعا هي الأتوميك سيزيوم كلوك اللي هي نمبر بي. الإساي كويستشنز، الفيزيكال كوانتيتي طبعا هنا تايم وبيتقاس بالسكند، في المتريك سيستم برضه بالسكند، وفي البريتش سيستم برضه بالسكند. طب هنا إيه اللي بيتقاس بالباوند؟ ده الماس. في الجاوسيان سيستم اللي هو الفرنش بتتقاس بإيه؟ بالجرام. وفي المتريك سيستم كيلو جرام، وطبعا عند البريتش بالباوند. بعد كده فاضل اللينث، اللينث عند الفرنش بالسنتي، وهنا بالمتر، وهنا بالفوت او بالفيت. طيب مقارنه ما بين الستاندرد متر والستاندرد كيلو جرام والستاندرد سكند. الستاندرد متر it is the distance between two engraved marks، distance between two engraved marks on a bar made of platinum and iridium kept at 0 degree Celsius. ده الديفينيشن، بس انا ما كملتوش قلته يعني. الستاندرد كيلو جرام نفس الكلام، بس مش ديستانس بقى. It is a cylinder made of platinum and iridium and kept at 0 degree Celsius. طب الستاندرد سكند كان ايه هو الديفينيشن بتاع السكند؟ كانت 1 اوفر رقم ما بقى المفروض نحفظه او نحسبه، بصراحه مش بحفظه. يعني تعالى نحسب كده، اليوم في كام ثانيه؟ 24 ساعه، والساعه فيها 60 دقيقه، والدقيقه فيها 60 ثانيه. نحسب الرقم ده كده، يعني 24
نجيب بس الآلة الحاسبة 24 باي 60 باي 60 فتقول لي بقى ان السكند عباره عن 1 اوفر 86,400 of the day. يعني الثانيه عباره عن 1 اوفر الرقم ده من الدي. طبعا الديفينيشن متخلف يعني بس هو ستيل ديفينيشن. طيب هنخش بقى على الجزء بتاع الجزء نفس الدرس برضو بس الجزء الثاني من التقييمات. What are the main elements of measurement؟ ايه هم العناصر الاساسيه للميجرمنت؟ كانوا 3 حاجات لو فاكر. كانت physical quantity الحاجه اللي احنا بنقيسها physical quantity، وكانت measuring tools، وكمان measuring units. تمام. compare ما بين الفاندامنتال والدرايفد physical quantities. الفاندامنتال physical quantity الديفينيشن بتاعها they are the physical quantities that cannot be defined in terms of others. اديني قلته يبقى اكتبه او شوفه من الكتاب. ايه هي الدرايف؟ they are the physical quantities that can be defined in terms of others. يمكن تعرفها عن طريق كميات اخرى ولكن هنا لا يمكن تعرفها بكميات اخرى. امثله على البيزك length، البيزك اللي هي فاندامنتال يعني length، time، mass، temperature، electric charge. هنا speed، acceleration، وينفع اقول work، power، energy، force، وطبعا volume. ماشي. the speed of the earth rotation، المهم speed يعني مش هم speed بتاعت ايه؟ speed of the earth rotation around itself is not considered one of the basic physical quantities. ما تعتبرش احد الكميات الاساسيه. ليه ما تعتبرش fundamental؟ ليه؟ هقول له because speed defined in terms of، يمكن تعرفها عن طريق defined in terms of distance over time، عشان بنجيبها عن طريق كميات تانية اللي هي distance و time. mention some of the measuring tools used to measure length, mass, time. طبعا دي سهلة قوي. length مثلا بيتقاس بالرولر أو بالميتر تيب. طيب الماس بتتقاس بالديجيتال بالانس أو التو بان بالانس. والتايم بيتقاس ب ممكن تقول مثلا ستوب ووتش، وممكن مثلا نقول بيتقاس بالديجيتال ووتش، الساعة الديجيتال. طبعا سهل قوي الكلام ده. طيب السؤال اللي بعده عايز نختار المناسب. weights of homework notebook، لو عايز تقيس طول او عرض النوت بوك اكيد هستخدم المسطرة. لو عايز اقيس طول الكلاس روم اكيد هستخدم الميتر تيب. the mass of large stone، حجر كبير، هستخدم الأداة دي اللي هي كان اسمها رومان بالانس. diameter of ping pong ball، لو هنقيس الدايمتر بتاع الكورة هنستخدم الفيرنير كاليبر. طيب لو هنستخدم الدايمتر بتاع ثين واير سلك رفيع هنستخدم المايكروميتر. complete the following table. طبعا بالنسبة للمترك سيستم فالجرام فالماس يعني تبقى بالكيلو جرام، كده هو بيتكلم على الماس. طبعا الام كي اس دي اختصار ايه؟ متر كيلو جرام سكند، ودي اختصار فيت باوند سكند. تمام؟ فهنا دي تقاس بالباوند. طيب نفس الكلام هنا بيتكلم على التايم، والتايم كلهم سكند زي بعض. هنا بيتكلم على اللينث الطول، هنا متر وهنا فيت وهنا سنتيمتر. What is the unit of measurement of electric current intensity؟ الكرنت intensity كان بيتقاس بحاجة اسمها أمبير لو فاكر، والليومينس intensity كان بيتقاس بحاجة اسمها كاندل. ده اللي هو عايزه في السؤال ده. السؤال اللي بعده physical quantity اسمها x بتساوي mass على time. Deduce the unit of measurement of the quantity x in French system. بالنسبة للفرنش سيستم الماس هتبقى بالجرام بير، التايم هيبقى بالسكند، يبقى دي جرام بير سكند زي ما هو طالب. طب السبيد بتساوي distance over time، والكاينيتيك energy بتساوي half by mass by squared the speed. Deduce the unit of measurement of kinetic energy in British system. طيب الهاف مالوش يونت، الماس في البريتش سيستم هتبقى باوند باي فيلوسيتي باور 2. هي اصلا الفيلوسيتي بتتقاس ازاي؟ الديستانس بالفيت او الفوت اهي، والتايم بالسكند، بس هو عليها باور 2 فاقوم كاتب فيت باور 2 بير سكند باور 2، يعني باوند باي فيت باور 2 بير سكند باور 2. ليه حطيت باور 2؟ عشان القانون هنا فيه باور 2. طيب
السؤال اللي بعده It's unit of measurement in international system. هو عايز يقيس بالانترناشونال سيستم، يعني ماشي انترناشونال شغال بس هو ايه بيحدد برضه. الجولدن رينج المفروض نقيسه بالجرام. احنا عارفين ان الانترناشونال بالكيلو جرام اهو، بس هو محدد لك جولدن رينج فتاخد جزء من الكيلو جرام اللي هو الجرام. الابروبريت ميجرنج تول، الاداه المناسبه sensitive balance او digital balance. sensitive او digital. The time taken by the runner to cover distance هيبقى بيتقاس بالسكند، وهنستخدم اكيد ستوب ووتش. The length of room in the house، طول الاوضه يعني هيتقاس بالمتر، ولكن الاداه اللي نقيس بيها هي المتر تيب. طيب هنا بيسمع لي التسع يونتس اللي احنا المفروض حافظينهم. المول ده كان الاماونت اوف ماتيريال، واللينث بالمتر، الامبير ده كان الكرنت انتنسيتي، الماس كانت بالكيلو جرام، الراديان ده كان الانجل ميجر، التايم كان بالسكند، الكانديلا كانت اليومينس انتنسيتي، التمبريتشر كانت بكلفن، الاستريديان اللي هو كان solid angle measure. طيب why glass not used instead of platinum iridium alloy؟ ليه الجلاس مش هينفع نستخدمه؟ طبعا او ممكن اقول هو انا ليه بستخدم البلاتينيوم والإيريديوم alloy؟ because هقول له because they are، طبعا انا بتكلم على دول، because they are rigid chemically inactive، يعني غير نشطاء كيميائيا، and not affected by temperature، not affected by surrounding temperature، لا يتأثروا بدرجات الحرارة المحيطة بهم. while the glass not، انما الجلاس مش هيتأثر، انما الجلاس ما عندوش الحاجات دي. ممكن تقول because they are كذا او because the glass not وتقول كل ده بعديه، الاثنين صح. give reasons why the atomic clock is preferred for measuring time because it's very accurate، عشان هي نشيطة جدا دقيقة جدا. طيب the average solar day 24 hour، يبقى المينت بتساوي قد ايه من السولار داي؟ طيب تعال نشوف الداي بيساوي كام مينت، اليوم فيه كام دقيقة؟ هيبقى 24 باي 60. 24 باي 60 يعني 1440 دقيقة. يبقى الدقيقة بتساوي كام يوم؟ 1 اوفر الرقم ده. 1 اوفر 1440 لأنه معاكس السؤال. Why are scientists searching for most accurate standard for measuring physical quantity؟ ليه بيدوروا على أكتر حاجة دقيقة يقيسوا بيها أي physical quantity؟ هقول له because measurement process is very important، عملية القياس مهمة جدا. هي ليه عملية القياس مهمة؟ to change observation into numbers، عشان نحول الملاحظات إلى أرقام accurately بدقة. طيب الدرس اللي بعده which of the following correctly expresses the concept of dimensional formula؟ مين في دول بيعبر عن dimensional formula expressing physical quantity التعبير عن physical quantity in terms of fundamental quantities عن طريق الكميات الأساسية اللي هي M و L و T. What is the correct statement that describes the importance of the dimensional formula؟ مين في دول أنهي جملة من دول بتعبر أو correct statement أنهي جملة من دول صح بتوصف أهمية dimensional formula؟ If the dimensional formula of both sides of the equation are identical, the equation must be correct. لا، لو الطرفين متساويين ممكن تبقى صح مش must. If the dimensional formula of both sides of equation are identical, the equation may be correct. أيوة دي صح. لو كان الطرفين متساويين ممكن تبقى صح ممكن تبقى صح. طيب السؤال رقم 3. If two physical quantities are the same type نفس النوع but first follows the Gaussian system، الأول تبع الجاوسيان سيستم والتاني تبع البريتش سيستم، أنهي أوبريشن من دول ينفع ننفذها؟ الأد ولا السبتراكت؟ يعني بلس ولا ماينس؟ ما أقدرش ولا أعمل ولا ده ولا ده. يبقى cannot be performed since they must have the same units. ما أقدرش أجمع حاجتين مختلفين في اليونت. إذا كنت ما أقدرش أجمع كيلو جرام مع جرام
اجمع مثلا جرام مع باوند فمستحيل. having the same dimensional formula on both sides of the equation. لو في نفس الدايمنشنال فورمولا في الطرفين ده معناه هيأكد ان هي صح. doesn't guarantee its validity، مش هيأكد 100% انها صح، يعني غالبا طبعا هو كاتب ان هما الناحيتين زي بعض، فده معناه ان هي مش هيأكد ان هي صح 100%، بس هي غالبا صح، بنكتب معاها dimensionally correct. the unit of measurement of a physical quantity with dimensions، طبعا سيبك من الام باور 0، ال تي باور نيجاتيف 2 دي كانت مين؟ اللينث هيبقى متر والتايم هيبقى سكند باور نيجاتيف 2، هنشيل النيجاتيف نحط هنا بير يبقى متر بير سكند باور 2. if the dimensional formula of A ال تي باور نيجاتيف 1 والبي تي باور نيجاتيف 1، يبقى الملتبلاي بتاعهم هيدي كام؟ لو جينا عملنا دول باي بعض ال هتنزل زي ما هي، والتي باور نيجاتيف 1 والتي باور نيجاتيف 1 هنجمع الباور هيطلع تي باور نيجاتيف 2 اللي هي نمبر سي. if the dimensional formula of A ال تي باور نيجاتيف 1 and B تي باور نيجاتيف 1، يبقى الملتبلاي بتاعهم ده نفس السؤال تقريبا، هيبقى ال تي باور نيجاتيف 2. ماشي. طيب عندك x و y و z which of the following relations could be correct؟ انهي واحده من دول صح؟ خد بالك ان الثلاثه دول dimensional formulas respectively. كده معلش السؤال فيه حاجه ناقصه اكيد، هو بيقول لي الاكس والواي والزد عندهم الفولوينج دايمنشنال فورمولا، بس مش كاتب هنا الدايمنشن بتاعتهم، فاكيد السؤال ده كده فيه غلطه. لو مديني الاكس والواي والزد هقدر احلها ساعتها. if the wavelength of red light 0.7 micrometer then its wavelength in millimeter، يعني عايز يحول مايكرو الى ملي، فهناخد الرقم ده باي 10 باور، المايكرو نيجاتيف 6 ماينس الملي نيجاتيف 3، فنحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة 0.7 باي 10 باور نيجاتيف 6 ماينس نيجاتيف 3، الكلام ده طلع 7 باي 10 باور نيجاتيف 4 اللي هي نمبر بي. An electric current has magnitude 7 ملي امبير، عايز يحول الملي امبير لمايكرو، فيبقى 7 باي 10 باور، الملي يعني نيجاتيف 3، المايكرو نيجاتيف 6، فهكتب 7 باي 10 باور نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 6، فالكلام ده هيطلع 7000 اللي هي 7 باي 10 باور 3. Which of the following is an example of indirect؟ مين في دول indirect؟ measuring mass of liquid by hydrometer، دي غلط اصلا، الهيدروميتر ما بيقيسش ماس، بيقيس density. measuring the mass of object with balance، دي كده direct. measuring the person's height with measuring tape، دي برضو direct. measuring volume by measuring length، دي كده indirect، لان انا عشان اقيس الفوليوم هقيس اللينث كذا مره وبعدين اعمل لهم باي بعض. to measure the density of liquid، عشان نقيس الدنسيتي بتاع الليكويد بنستخدم مين؟ الهيدروميتر، ده اللي بيقيس الدنسيتي. to measure a physical quantity accurately، عشان تقيس الفيزيكال كوانتيتي بدقه. the line of sight، لازم تبص على الحاجه دي perpendicular، تمام؟ تلاقي كده الدكتور لما يجي يدي الحقنه بيبص عليها perpendicular، تمام. a group of students estimated the mass of a gold ring، بيقيسوا وزن خاتم دهب. but the measurement was inaccurate، كان القياس بتاعهم غير دقيق. the source of error is most likely، غالبا سبب الغلط ده using an ordinary balance instead of sensitive one، ممكن استخدموا ميزان عادي بدل الميزان الحساس، ممكن. الدنسيتي بتاعت الذهب عاليه ملهاش دعوه. الكابر كونتنت، كميه الكابر برضه كلها ملهاش دعوه، غالبا الغلط عشان هم استخدموا ميزان عادي. the ratio between dimension of volume sphere to dimension of circle circumference equals the dimensions of، يعني ايه الجمله دي؟ الدايمنشن بتاعت الفوليوم اللي هي ال باور 3، والدايمنشن بتاع السيركمفرنس، خد بالك ان السيركمفرنس ده القانون بتاعه اصلا اهو سيركمفرنس 2 باي ار، ال2 ملهاش دايمنشن والباي ملهاش دايمنشن، الراديوس الدايمنشن بتاعته ال، فالسيركمفرنس برضه يعتبر ال، فده هيدينا ايه بقى؟ ال باور 2، ما دي كانها باور 1 والباور هيتعمل ماينس. مين في الاختيارات بقى يدي الاجابه؟ هي الاريا، تدي ال باور 2. طيب بيقول لي بقى عبر عن دول، عايز يحول الكيلو جرام لملي جرام، فهنكتب 88 باي 10 باور، الكيلو يعني 3 والملي يعني نيجاتيف 3، هنحسب الكلام ده هيطلع 8.8 باي 10 باور 7. عايز يحول الميجا وات، دي ميجا، الميجا يعني 10 باور 6، كيلو يعني 3، فالكلام ده هيطلع 1.8 باي 10 باور 3. عايز يحول ال 50 ملي جرام، ملي يعني نيجاتيف 3 ماينس الكيلو يعني 3، الكلام ده هيطلع 5 باي 10 باور نيجاتيف 5. بس خلينا نتأكد عشان الدنيا ما تتلخبطش. تمام. عايز يحول 0.4
مايكرو يعني نيجاتيف 6 ماينس ملي يعني نيجاتيف 3 ونحسب الكلام ده يبقى 0.4 باي 10 باور نيجاتيف 6 ماينس نيجاتيف 3 الكلام ده هيطلع 4 باي 10 باور نيجاتيف 4. طيب نفس الدرس برضو بس الجزء الثاني the dimensional formula of pi. الباي ملهاش دايمنشن يبقى كلهم زيرو اللي هي دي لان هي الرقم ملوش دايمنشن. طب ال تي باور نيجاتيف 1 انهي يونت من دول صح حسب الجاوسيان سيستم؟ يبقى كده اللينث هيتقاس بالسنتي والتايم هيبقى بالسكند باور نيجاتيف 1 يبقى سنتي باي سكند باور نيجاتيف 1. الدنسيتي بتساوي ماس على فوليوم. عايز يحولها بريتش. الماس بالبريتش هيبقى باوند. هو عايز يحولها عايز يجيب الدايمنشنال فورمولا وبعدين يحولها. الماس الماس ام اسف ايه اللي انا قلته ده ماشي. الماس ام الفوليوم ال باور 3 فده هيدينا ام ال باور نيجاتيف 3 تمام. يبقى كده البدايه ام ال باور نيجاتيف 3 ماشي. تاني حاجه كده الماس هتبقى بباوند اللينث هيبقى بالفيت يبقى فيت باور نيجاتيف 3. ممكن نشيل النيجاتيف ونحط هنا شرط يبقى الاجابه ايه؟ كده حولناها فعلا باوند بير فيت او بير فوت باور 3 او ام ال باور نيجاتيف 3. If the quantity x calculated from the relation x equal y plus z والدايمنشن بتاعت z ام ال تي باور نيجاتيف 2 يبقى الدايمنشن بتاعت y خلي بالك كده عشان x و y و z يتكتبوا بالمنظر ده معناها ان هم الثلاثه نفس الدايمنشن. اصل انا عمري ما هجمع y بلس z الا اذا كانوا نفس الدايمنشن ويطلع الدايمنشن بتاعهم زي x بالظبط. طب مين بقى ام ال تي باور نيجاتيف 2 ده؟ الام ده اللي هو الماس. لو فاكر ال تي باور نيجاتيف 2 دي الاكسلريشن. فالماس باي اكسلريشن ده لو انت شاطر شويه تفتكر ان هي فورس والفورس اللي هي بتتقاس بالنيوتن. طيب السؤال رقم 5 if you know that k over t equal f dot d plus r over t power 2 so the dimensional formula of r على k. طيب تعالى نمشي واحده واحده. ادي ال k على ال t لازم تساوي f dot d. ال f dot d هتلاقيها ال f طبعا اللي هي mass by acceleration يعني m والاكسلريشن ال تي باور نيجاتيف 2 وفي معاهم ديستانس يعني هيزود ال هنا فممكن احط ال باور 2 على طول. طيب لازم الكلام ده كمان يساوي ار على تي باور 2 يعني ار على تي باور 2 وممكن نشيل التي باور 2 اللي تحت دي نطلعها فوق تبقى تي باور نيجاتيف 2. ده معناه ايه بقى؟ لو انت عايز الكي هتودي التي هناك بالباي فتلاقي الكي بتساوي ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2 وجنبيها تي. التي كأن الباور بتاعها 1 هنجمع دول مع بعض هيدونا تي باور نيجاتيف 1 يبقى احنا كده جبنا الكي. طب هنا هنحل بقى المره دي الناحيه دي هنودي خلينا نرجعها زي ما كانت معلش هي كان في تحت هنا تي باور 2 لو فاكر. لو انا عايز الار هودي دي هناك بالباي برضه فتطلع الار بتساوي ده كله مضروب في تي باور 2 يعني ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2 مضروبه في تي باور 2. انت عارف تي باور نيجاتيف 2 وتي باور 2 هيشيلوا التي خالص هتبقى تي باور 0 فمالهاش لازمه فاصبحت الار بتساوي ام ال باور 2 بس. هو عايز بقى يعمل ار ديفايدد كي عايز يعمل ده ديفايدد ده. لو عملت الاثنين دول ديفايدد ببعض هتلاقي الام تروح مع الام والال تروح مع ال هيتبقى لك تي باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1 لاخر واحد. مساله سخيفه بصراحه فحاول تاخد وقتك فيها وتبص عليها تاني بالراحه. رقم 6 if the dimensional formula of a physical quantity x m l باور 2 t باور نيجاتيف 2 and the dimensional formula of y l t باور نيجاتيف 2 عايز الميجرنج يونت بتاعت x over y هنعملهم ديفايدد هما الاثنين. ادي x اهي هنقسمها على y هنشيل المتشابه ده وده وهيتبقى لي طبعا ال باور 2 وال باور 1 هنعمل الباور ماينس هيتبقى لي ام ال باور 1 فام ال دي معناها كيلو جرام باي متر بس هو عايزها بريتش يبقى الماس بالباوند الام اهي تتحول لباوند واللينث يتحول الى فيت يبقى باوند باي فيت اللي هي نمبر بي. if the distance between atoms of crystal كذا عايز يحولها الى سنتي نحول الرقم ده ازاي لسنتي 9 باي 10 باور نيجاتيف 4 باي 10 باور الملي نيجاتيف 3 والسنتي نيجاتيف 2.
فنحول الكلام ده 9 باي 10 باور نيجاتيف 4 باي 10 باور نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 2. الكلام ده طلع 9 باي 10 باور نيجاتيف 5 اللي هي نمبر بي. السؤال اللي بعده ال A ب 3 طن وال B ب 6000 جرام. ال C هي مجموع الاثنين، عايز يعرف تطلع كام كيلو. بسيط، هو الطن فيه كام كيلو؟ 1000، يبقى دي كأنها 3000 كيلو. طب وازاي احول من جرام لكيلو جرام؟ ال 6000 جرام دول عباره عن 6 كيلو، ده من غير حتى تحويلات بدماغ يعني. ال 1000 جرام بيساوي كيلو، 6000 6 كيلو. فلما نجمع بقى الاثنين دول مع بعض يبقى 3006 اللي هي نمبر دي. an example of direct measurement. مين في دول دايركت؟ روم اريا، لا الاريا مش دايركت عشان length by width. الدنستي عن طريق الماس والفوليوم، لا مش دايركت. body mass by sensitive scale، دي دايركت، لو انت وقفت على الميزان ده دايركت. which of the following measurement is considered indirect. مين في دول indirect؟ السبيد عن طريق السبيدوميتر دي دايركت عشان السبيدوميتر بيقيس السرعه على طول، الجهاز اللي هو عداد العربيه. الفوليوم عن طريق السلندر ده يعتبر دايركت. density باي هيدروميتر دايركت. الاريا indirect، تمام، لان انا هعمل length باي ويتس. طيب الاسئله الاساسيه write each of the following quantities in required unit. عايز يحول من كيلو متر بير اور لمتر بير سكند. هنعمل ملتبلاي 5 اوفر 18 ونحسب الكلام ده تقريبا يطلع 50. طيب عايز يحول العكس بقى، يبقى divided 5 اوفر 18 تطلع 180. عايز يحول من كيلو جرام بير متر كيوب. السؤال ده حلو، ادي الرقم اللي عايز يحوله باي. عايز يحول من كيلو جرام لجرام، يبقى دي باي 10 باور 3 ده كده فوق. الشرط دي معناها حول تحت بقى. عايز يحول من متر كيوب لسنتيمتر كيوب. تعرف عشان تحول من متر لسنتيمتر، تعالى نكتبها على جنب كده. من متر لسنتيمتر يبقى لو انا عندي اي رقم يعني، يبقى الرقم ده باي 10 باور. المتر يعني 0 والسنتي يعني نيجاتيف 2، وكل ده هيتعمل باور 3 عشان المساله فيها باور 3. فاذا التحويله دي هتبقى عباره عن 10 باور 6. يبقى نكتب تحت هنا 10 باور 6 عشان احول من متر كيوب لسنتيمتر كيوب. طيب هنحسب بقى الكلام ده كله كده بالآلة الحاسبة مضروب في الرقم ده. على فكرة دي تحويلة عندنا في المنهج، هناخدها قدام شوية بطريقة أسهل. هنحسب الكلام ده كله بالآلة الحاسبة هتطلع 19.3. طيب السؤال اللي بعده العكس بقى. طب أقول لك على حاجة بصراحة، تعالى أقول لك التحويلة دي من دلوقتي وخلاص، معلش يعني. لو أنت عايز تحول من جرام بير، هتحفظها بس مؤقتا لحد ما ناخد الدرس اللي بعد الجاي، من جرام بير سنتيمتر كيوب إلى كيلو جرام بير متر كيوب. أول ما تشوف الاثنين دول من ده لده هعمل باي 1000، ولو العكس هعمل ديفايدد 1000. فانا حاليا معايا الجرام بير سنتيمتر كيوب، معايا ده. عايز اروح هناك هعمل ملتبلاي 1000 فيطلع كده. اللي فوق برضو كان ممكن اعمل ديفايد 1000 بدل الهبل اللي انا عملته ده كله. Explain the existence of an error in the ammeter measurement after several years of operating it. تفتكر الاميتر ممكن يبوظ بعد كذا سنه؟ اول حاجه ممكن يكون عنده حاجه اسمها زيرو ايرور، او ممكن يكون حصل له ان الماجنت becomes weak. الماجنت اصبح ضعيف. magnet becomes weak. الماجنت اصبح ضعيف. sensitive scale is kept inside glass box. ليه بنحط السنسيتيف سكيل جوه ازاز كده عند الراجل بتاع الذهب؟ to avoid air currents، عشان يتجنب تيارات الهواء. to avoid air currents، لتجنب تيارات الهواء. طيب السؤال هنا بيقول لي from the relation deduce the dimensional formula of x و y if you know that t is a time, f is a force, v is velocity. يعني شويه رغي كده، فحاول تركز معايا. عشان نحل مساله زي كده مفيش علامه ايكوال او بلس تتحط ما بين حاجتين الا اذا كانوا نفس الدايمنشن. فهنجيب الدايمنشن بتاعتهم هما الثلاثه. الاكس ما نعرفهاش، بس التايم هكتبه تي، دي اول واحده لازم تساوي. ثاني واحده الاف باي في، تعالى نحسبها هنا. الفورس المفروض نحفظها بقى ام ال تي باور نيجاتيف 2 لانها عباره عن ماس باي اكسلريشن. والفيلوسيتي ال تي باور نيجاتيف 1. كل ده على بعضه يدي ايه بقى؟ ما عنديش غير ام واحده، ال مع ال تبقى ال باور 2، والتي باور نيجاتيف 2 مع التي باور نيجاتيف 1 تدي تي باور نيجاتيف 3. تمام؟ يبقى لازم الكلام ده يساوي هنا ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3. لازم يساوي برضو ده واي اوفر الديستانس هتبقى ال.
فلو انا عايز الاكس هضرب الكلام ده في تي باور 2، يعني ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3 هنضربها في الرقم ده اللي هو تي باور 2، تروح هناك بالباي يعني. فده هيدينا ام ال باور 2 تي باور كام بقى دول؟ تي باور نيجاتيف 1. ماشي. طب لو انا عايز الواي هودي ال هناك بالباي، فهقول ان الواي بتساوي نفس الكلام ده بس هيزيد عليهم ال باور 2، فال هنا بدل ما تبقى 2 تبقى 4، يعني ام ال باور 4 تي باور نيجاتيف 3. طيب كده جبنا الاكس والواي اللي هو عايزه. ماشي. اخر سؤال في الدرس الثاني، عايز ايه في السؤال ده؟ verify the validity، قول لي العلاقه دي صح ولا غلط. هنجيب الليفت هاند سايد الطرف الشمال اللي هو التايم اهو هيبقى تي، والرايت هاند سايد الطرف اليمين هنحسبه مع بعض. الباي ملهاش دايمنشن ولا التو ليها دايمنشن، ونكتب هنا روت ال يعني اللينث، والجي هو كاتب ان الجي هنا معناها اكسلريشن اهو، فالاكسلريشن احنا حافظينها ال تي باور نيجاتيف 2، ال هتروح مع ال، والتي باور نيجاتيف 2 تطلع فوق تبقى تي باور 2، والباور 2 بيشيل الروت فيطلع لي تي. طلع الطرفين فعلا زي بعض، فهقول ان العلاقه دي dimensionally correct. dimensionally correct. طيب كده خلصنا الدرس الثاني، هنبدا مع بعض دلوقتي في الدرس الثالث. طيب دلوقتي هنحل الفيديو الثالث او الدرس الثالث او التقييم الثالث chapter 2. بيقول لي ايه؟ an object displaces 30 meter east، تمام، during the time 2 seconds، كده معانا distance و time. displaces 40 meter north during 3 seconds so the magnitude of velocity. يعني بص هو مشي ازاي؟ 30 متر ايست، الايست يعني الناحيه دي، مشي 30 متر الناحيه دي، ومشي 40 متر نورث يعني كده، نورث يعني فوق، ساوث يعني تحت، ايست يعني ناحيه اليمين، وويست يعني ناحيه الشمال. المهم يعني هو عايز الفيلوسيتي. انت عارف ان الفيلوسيتي بتساوي displacement over time. الديسبليسمنت معناها من البدايه للنهايه، يعني الخط اللي انا هرسمه دلوقتي بالاحمر اللي هو الخط ده، تفتكر هنجيب طوله ازاي؟ لو فاكر يعني في الماث كده كان في حاجه اسمها بايثاغورس، كنا بنعمل ده باور 2 وده باور 2 تحت الروت، يعني روت 30 باور 2 بلس 40 باور 2 هيدينا 50، يعني الحته دي طولها 50، يعني الديسبليسمنت 50 اوفر التايم بكام؟ التايم كله 5 ثواني، قال لك الهول 5 سكندز اهو، هو كان كاتب اول واحده في ثانيتين والثانيه في 3 ثواني، فكلهم 5 ثواني، فلو عملنا 50 اوفر 5 هتطلع 10. السؤال اللي بعده، مين في دول ستاتيك اوبجكت؟ طبعا لازم تبقى عارف الرسومات، فالستاتيك اوبجكت هو ده معناه مكانه ثابت، ده ستاتيك اوبجكت. السؤال اللي بعده، مين في دول يعتبر نون يونيفورم فيلوسيتي، يعني سرعه متغيره؟ دي سرعه ثابته، دي سرعه متغيره، دي كمان سرعه متغيره، يبقى الجراف دبل اي وتريبل اي اللي هو نمبر بي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي an object moves at straight line for distance d، straight line مسافه دي، then returns back to the starting point، رجع تاني لنفس المسافه، يبقى التوتال ديستانس هتبقى دبل الديستانس دي، يعني هو مشي لقدام ورجع لمكانه تاني، كده الديستانس هتبقى عباره عن الدبل. The figure shows the motion diagrams of two moving persons، ده شخص واضح ان هو ماشي بسرعه ثابته، وده شخص واضح ان هو عمال يزود سرعته. فالفيجر رقم 1 ده يونيفورم فيلوسيتي والتاني نون يونيفورم فيلوسيتي. السؤال اللي بعده، الشكل اللي قدامك ده تقريبا شخص يعني سرعته ثابته، فبيقول لي انهي من دول صح؟ دي سرعه مش ثابته، دي معناها مكانه ثابت يعني ما بيتحركش، دي معناها سرعه بتزيد، دي معناها سرعه ثابته. لان لو خدت ده اوفر ده دي معناها ريجولار سبيد. لو فاكر لو عايز تشتغل بالشفره اللي احنا كنا عاملينها مفيش مشكله، كان الشفره دي بتقول ايه؟ طالما هنا ديستانس وتايم يبقى دي فيلوسيتي، وطالما الخط ده معناه ريجولار يبقى دي معناها ريجولار فيلوسيتي، وده اللي هو عايزه اصلا. طيب السؤال اللي بعده، a person moves a straight line along a path A B C وبعد كده D، يعني هو مشي من A راح ل B بعد كده راح ل C بعد كده رجع ل D في الاخر خالص. الكلام ده في 10 دقايق during 10 minutes. ايه المطلوب؟ عايز ال average velocity of the person during interval من 0 ل 3 minutes. من 0 ل 3 minutes كان مشي بس من ال A ل B، مكتوب اهو 3 دقايق، يبقى كده احنا بنتكلم حاليا من A ل B فقط، يبقى هو عايز يحل المسألة كده من A ل B. طيب لو انت عايز الفيلوسيتي هتساوي displacement over time. الديسبليسمنت من A ل B هو كان واقف عند 50 و B هنا عند كام؟ ما بين ال 10 وال 20 يعني 15، كأنه مشي من 50 ل 15. لو هو في الدور ال 50 نزل للدور ال 15
هتعمل لهم ماينس يعني يديك المسافه اللي بينهم يبقوا 35. طب التايم كام دقيقه؟ من 0 ل 3 يعني 3 دقائق. 3 دقائق دول يعني كام ثانيه؟ هنعمل 3 باي 60 تطلع 180 لما انا شغال بالسكند. فنحسب بقى 35 اوفر 180 هتطلع 0.194 متر بير سكند. كده احنا حسبنا الفيلوسيتي 0.194 اهي متر بير سكند. هي خلاص هي دي الاجابه ايه، مش محتاج اكمل لانه مفيش الرقم ده تاني، وهنا متر بير مينت انا حولت المينت خلاص فدي غلط، يبقى الصح هي نمبر ايه. طب لو عايزين نكمل نحسب السبيد مفيش مشكله، هتبقى توتال ديستانس اوفر توتال تايم. الديستانس بقى ساعتها بص هو مشي ازاي، مشي من ال بي دول 35 متر لسه قايلينهم من شويه، وبعدين مشي من بي لسي يعني من 15 ل 35 دول 20 متر. بعد كده مشي من سي لدي يعني من عند 35 لحد النيجاتيف 5، كأنه واحد في الدور ال 35 هينزل للدور الخامس تحت الأرض، يبقى دول كلهم 40. هنجمع بقى الكلام ده 35 بلس 20 بلس 40 الكلام ده هيطلع 95، والتايم كله في الآخر 10 دقايق يبقى 10 باي 60 عشان نحول المينت لسكند، يبقى 95 اوفر 10 باي 60 طلعت 0.158 مظبوطة اهي. يبقى مش لازم نكمل يعني، اصلا طلعت اول واحده صح من الاول، بس لو عايز تجيب باقي الطلبات مفيش مشكله. طيب السؤال اللي بعده an object moves at straight line along path ABCD. هو عايز من الاخر بيقول لي عايز الافريج فيلوسيتي من ال بي. الافريج فيلوسيتي من ال بي، من ال بي المسافه 4 سنتيمتر. طب والتايم قال لي هاف سكند، ده مساله عبيطه قوي، 4 على هاف ب 8. تمام هو ما كملش باقي الرسمه، ده هو بيتكلم من ال بي بس. ماشي باقي المساله اهو عشان كده. If you know that the average velocity of the object along the rest of the path from B to D twice the average velocity from A to B. يعني هو لما اتحرك من B لحد D لقينا ساعتها ان الافريج فيلوسيتي بتاعته بتساوي دبل الرقم اللي انت حسبته هنا يعني 16. طيب ايه المطلوب بقى؟ Then the average velocity of the object during the entire journey is. عايز بقى الرحله كلها هيبقى بكام؟ ماشي ده سؤال لذيذ بصراحه. بص يا صديقي احنا عايزين نعمل ايه؟ هو قال لك من ال بي معانا الفيلوسيتي ومعانا التايم بصراحه بهاف سكند، وبعدين قال لك من بي لدي لقينا ان الافريج فيلوسيتي بتساوي 16 دبل الرقم اللي انت حسبته هنا. طيب ايه المطلوب؟ عايز الافريج فيلوسيتي بتاعت الرحله كلها. لو انت عايز الافريج فيلوسيتي بتاع الرحله كلها فهي بتساوي توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. الديسبيسمنت بتاع الرحله كلها اللي هي من ال بي من ال دي قصدي هتبقى المسافه دي من البدايه للنهايه بتاع الرحله كلها يعني 4. طب والتايم بتاع الرحله كلها قد ايه؟ الحته دي كانت بنص ثانيه، ولكن الفور والفور دول معرفش التايم بتاعهم قد ايه. وخد بالك الافريج فيلوسيتي of the rest of the path from B to D يعني المسافه من B ل D، بس هو كاتب فيلوسيتي ماشي هيطلع ارقام رخمه شويه بس هنحلها عادي. انت عارف الفيلوسيتي اللي بيقولوا عليها ب 16 دي اللي هي تعتبر من B لحد D الحته دي هنجيب طولها ازاي؟ هنعمل الفور والفور دول بايثاغورس. اعمل لهم بايثاغورس ازاي؟ روت 4 باور 2 بلس 4 باور 2 تطلع 4 روت 2. كده انا معايا الديسبيسمنت ومعايا الفيلوسيتي في الوقت ده، اقدر اجيب التايم بقى من بي لدي. التايم هيساوي ديسبيسمنت اوفر الفيلوسيتي اللي احنا جبناها ب 16 من شويه. طيب كده معانا التايم الاولاني نجمعه على التايم اللي جبناه من شويه، مش التايم الاول بهاف هقوم كاتب هنا هاف، والتايم الثاني بالرقم ده 4 روت 2 على 16. نحسب بقى كل ده على بعضه كده نشوف ايه اللي هيطلع. 4 اوفر هاف بلس 4 روت 2 اوفر 16 هيطلع اكيد حاجه مش موجوده، ده طلعت موجوده 4.68 4.686 يعني 4.69 ماشي كويس. انا افتكرته في حاجه غلط في السؤال بس هو طلع مظبط الارقام تطلع صح فعلا. تمام احنا حلينا صح 100%، بس انا كنت بحل وفاقد الامل ان يكون ده قصده وطلع فعلا ده قصده. فتعال نقولها تاني كده في السريع. بص يا صديقي انا ما انكرش بصراحه انها مساله رخمه شويتين يعني. احنا هنقسم المساله جزئين. الجزء اللي بالازرق ده معانا الديسبيسمنت بتاعته 4 ومعانا التايم بتاعه بهاف ومعانا الفيلوسيتي بتاعته ب 8. والجزء اللي بالاحمر من اول بي لحد دي
معانا الديسبيسمنت بتاعته هنعمل لهم بايثاغورس تطلع 4√2 دي الديسبيسمنت، ومعانا الفيلوسيتي بتاعته قال لك ادي دي مرتين يعني 16. الديسبيسمنت والفيلوسيتي هجيب منهم التايم، هقسمهم على بعض اجيب التايم اهو كده معايا التايم. هو عايز بقى الرحله كلها، اقوم واخد التوتال ديسبيسمنت. توتال ديسبيسمنت يعني الموف دي من البدايه للنهايه من ال دي، المسافه دي كام؟ 4. دي التوتال ديسبيسمنت. التوتال تايم بقى هنجمع التايم ده بلس التايم ده ونكتبهم تحت. تمام، ونحسبها تطلع فعلا نمبر بي. An object moves a straight line along the path ABC. عايز الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي هتساوي توتال ديسبيسمنت. لو وصلت خط من البدايه للنهايه هتلاقي الديسبيسمنت هتعمل دول بايثاغورس هيبقى 5. دي كده التوتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. التوتال تايم بكام؟ 2 seconds، هو كاتبها في السؤال 2 seconds، يبقى تكتب هنا 2. 5 over 2 اللي هي 2.5 متر per second. السؤال اللي بعده بيقول لك the figure shows the motion. طبعا واضح ان هو بيسرع شويه، فالراجل ده بيسرع يبقى اكيد الاجابه هتبقى نمبر بي. يعني بص هتلاقيه كان ماشي بس الاول كان مثبت سرعته. بص هو كان مثبت سرعته شويه بعد كده عمال يزودها. تمام، كان مثبتها في الاول، يبقى كده مش دي الصح. الصح هتبقى نمبر، فمش كاتب النمبر بتاعها بس هي تقريبا سي. يعني هنا A B المفروض هنا C D، تقريبا هي دي الاجابه. يعني المهم نعلم على الرسمه خلاص، لان كان سرعته ثابته فجاه زودها، فعشان كده هي الرسمه دي. السؤال اللي بعده قدامك الرسمه دي بيقول لي ايه بقى؟ مين في دول اتريست؟ اتريست يعني الحته دي اللي هي من 3 ل 5. من 3 ل 5 يعني من C ل D، ومن A ل B كمان، يبقى A B و C D. طب مين في دول فيلوسيتي بوزيتيف؟ الجزء اللي طالع فيه من B ل C بس، بوزيتيف من B ل C. طب مين في دول نيجاتيف وهو نازل؟ يعني نازل من D ل E، الحته الاخيره بس هي اللي نازله، يبقى دي E. طيب the average velocity of the object during whole 6 seconds. عايز الافريج. الافريج هنوصل خط من البدايه للنهايه، دي البدايه ودي النهايه. خلاص لو وصلت خط من البدايه للنهايه اصلا هيطلع زيرو خلاص، لان الخط طلع هوريزونتال. فلو وصلنا خط من البدايه للنهايه طلع بزيرو خلاص، يبقى الاجابه هنا زيرو، مش محتاجين نحسبها لانه اصلا رجع لمكانه تاني. طيب الاسئله الاساسيه، الفيلوسيتي والسبيد. ايه هو الديفينيشن بتاع السبيد؟ is a displacement covered in 1 second. displacement covered in 1 second. هنا نفس الديفينيشن بس بدل displacement هنقول ايه؟ distance covered in 1 second. نوعها دي فيكتور يعني ليها اتجاه، ودي سكيلر يعني ملهاش اتجاه. الماثيماتيكال ريليشن الفيلوسيتي بتساوي displacement over time، ولكن هنا السبيد بتساوي distance over time. الميجرنج يونت هما الاتنين زي بعض، متر بير سكند او كيلومتر بير اور. طيب عايز يقارن ما بين instantaneous velocity من ناحيه الديفينيشن. it is the velocity of the object at certain instant. هي السرعه عند لحظه معينه. الافريج velocity it is the total displacement divided by total time. ازاي بنحسبها بقى من الجراف؟ الانستنتينيوس velocity by getting slope of tangent. هنا بنجيب slope بتاع التانجنت، هنا بنجيب slope of line، بنجيب slope الخط from starting point to ending point، من البداية للنهاية. تمام؟ لو فاكر يعني قصدي، فهو لو انت عندك رسمة كده، لو عايز السرعة عند اللحظة دي هتقوم عامل slope كده، هتقوم عامل tangent تجيب السلوب بتاعه. طب لو كان عايز الافريج من نقطة معينة لحد نقطة تانية، هوصل خط من البداية للنهاية واجيب السلوب بتاع الخط ده. بيقول لي يعني ايه الافريج فيلوسيتي 15؟ ده معناه ان التوتال displacement divided by التوتال تايم بتساوي 15. the instantaneous velocity 3 ده معناه انه الفيلوسيتي at this instant في هذه اللحظة equal 3. when does the average velocity of moving object vanish؟ امتى الافريج velocity تكون بزيرو؟ when the object returns back، لما الجسم يرجع مكانه مرة تانية. when object returns back يرجع لمكانه مرة تانية. طيب قدامك الرسمة دي كده، بدأ الحركة من عند A وفضل ماشي بقى لحد ما وصل ل F. التوتال تايم كان 4 دقايق. ايه المطلوب في المسألة دي؟
عايز ايه؟ الافريج فيلوسيتي. الفيلوسيتي معناه نوصل الخط من البدايه للنهايه، ادي البدايه وادي النهايه، وصل الخط ما بينهم. نجيب طول الخط ده ازاي؟ تعال نشوف بقى. بيقول لك ان كل مربع من دول 0.5 كيلومتر، يعني المربعين بنحسبهم 1 كيلومتر. تعال نحسب كده، دي 1 2 3، يعني المربع ده ب 3 كيلومتر. طب لو جينا نقفل المثلث بقى، يبقى احنا كده مش محتاجين كل ده. احنا محتاجين التريانجل ده بس، عشان ده اللي هنعمل عليه بايثاغورس. فهنا 1 2، هنا 2 كيلومتر، والمربع ده 1.5 كيلومتر. ازاي بقى نجيب الخط الموف ده؟ هنوصل الخط من البدايه للنهايه، خلاص وصلناه، هنعمل بايثاغورس لل2 ولل1.5، يبقى 2 بلس 1.5 باور 2 هيجيب لي الاجابه، يبقى روت 2 باور 2 بلس 1.5 باور 2 يدينا 2.5 كيلومتر. فالفيلوسيتي هتساوي displacement over time. الديسبيسمنت هو خد بالك عايزها بمتر بير سكند، الديسبيسمنت 2.5 كيلومتر. هو انا ازاي احول ال 2.5 كيلومتر لمتر؟ هنعمل لها باي 1000 عشان اخليها متر، عشان الكيلومتر فيه 1000 متر، يبقى هنا يطلع 2500 متر. طب والتايم؟ التايم كاتب ان هو 4 minutes، انا عايز اخليه سكند، يبقى اعمل 4 باي 60. فنحسب الكلام ده بقى، 2500 اوفر 4 باي 60 هيطلع 10.416 متر بير سكند. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي a train moves in a straight track. قطر ماشي في طريق مستقيم in one direction covering half the distance at velocity 60. نص المسافة بسرعة 60 والنص التاني بسرعة 120. عايز الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي بتساوي توتال ديسبيسمنت على توتال تايم. الديسبيسمنت الأولى كانت نص والتانية كانت نص، يبقى التوتال ديسبيسمنت ب1، النص الأول والنص التاني على توتال تايم. هنجيب التوتال تايم ازاي؟ مش انت معاك الفيلوسيتي في الحاله الاولى ب 60 ومعاك الفيلوسيتي في الحاله الثانيه ب 120، فسهل جدا تجيب التايم. هجيب التايم ازاي؟ هتعمل هاف ديفايد الرقم ده، يبقى هاف اوفر 60 بلس طبعا ديستانس على فيلوسيتي، وهنا كمان ديسبيسمنت على فيلوسيتي هاف اوفر 120. نحسب الكلام ده كده، يبقى 1 اوفر هاف اوفر 60 بلس هاف اوفر 120. الكلام ده طلع 80. بصراحه في حل اسهل للمساله دي، طالما نص الطريق ونص الطريق بنفس يعني السرعه هنا ونفس المسافه هنا نفس المسافه هنا، نص الطريق بسرعه 60 والنص الثاني بسرعه 120، هنجيب المتوسط بتاع الاثنين دول، ده بلس ده اوفر 2، بس بشرط يكون هاف وهاف. لو الارقام اتغيرت لازم اعمل الطريقه دي. فكان ممكن اقول 60 بلس 120 اوفر 2 هيجيب لك على طول ال 80. السؤال اللي بعده بيقول لك رتبهم لي من الاقل للاكثر. اقل سرعه فيهم A، بعد كده C، بعد كده D. انا مش شايف البي خالص، مفيش بي اصلا. يبقى اسرع مكان، سوري لا الرسمه دي معكوسه، معلش ارجع. الخط هنا نازل مش طالع، يبقى اعلى سرعه فيهم او اقل سرعه هي D بعدها C بعدها A. الجراف ده كده معناه ان السرعه بتقل، انما لو كان عامل كده يبقى السرعه بتزيد، ده جراف تاني خالص. explain your answer. هقول له because the speed decreases، عشان السرعه بتقل. طيب السؤال رقم 8، الشكل اللي قدامك ده عايز الريشيو ما بين الفيلوسيتي A وفيلوسيتي B. الفيلوسيتي A هنجيب السلوب بتاعها عن طريق ان احنا نعمل تان الانجل، يعني تان 30. الفيلوسيتي B برضه هنعمل تان الانجل، بس دايما بنعمل تان الانجل اللي هنا مش اللي فوق مع الواي، بنعملها مع الاكس. فطبعا المجموع دول ب 90، فجبنا الانجل اللي هنا ب 60، فاقوم عامل هنا تان 60 ونحسب بقى الكلام ده بالاله الحاسبه يطلع زي ما يطلع. ماشي، لسه برضو الدرس الثالث او الاسبوع الثالث هنحل الاسئله بتاعته. An object displaces 60 متر east، تقريبا بيعيد نفس الاسئله، 60 متر ناحيه الايست during time 4 seconds و80 متر west، يعني كده 60 متر 60 متر قدام و80 متر لورا، ما هو ده ايست وده ويست. عايز الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي هتساوي توتال ديسبيسمنت. الديسبيسمنت يعني من البدايه للنهايه. تعرف بقى البدايه للنهايه دي المسافه بقت قد ايه؟ بقت 20، لان انا مشيت 60 متر قدام ورجعت 80، يبقى رجعت مكان ما كنت ورا ب 20 متر زياده، يبقى 20 اوفر التوتال تايم. التايم كان ب 4 و6 يعني 10، 20 على 10 هيدي 2 ناحيه مين بقى؟ دي البدايه ودي النهايه، يبقى ناحيه الشمال يعني ناحيه الويست، يبقى 2 ناحيه الويست.
السؤال اللي بعده، مين في دول سرعه ثابته؟ السرعه الثابته طبعا هي الرسمه نمبر دي وقلناها من شويه. طيب مين في دول ستاتيك يعني ثابت مكانه؟ دي معناها السرعه بزيرو، ودي كمان معناها السرعه بزيرو، يعني اي وتريبل اي اللي هي نمبر سي. السؤال اللي بعده an object moves at straight line for distance d and then returns back to the starting point. رجع لمكانه تاني، ده معناه الديسبيسمنت بكام؟ بزيرو. لو كان سأل على الديستانس كنت هقول الدبل. الرسمه دي واضح ان هو سرعته ثابته، يبقى انهي رسمه من دول معناها سرعه ثابته؟ اتفقنا ان هي الرسمه نمبر دي. an object moves in a straight line along A to C، ماشي من A لحد C وبعدين رجع ل B during 2 hours. الكلام ده خد منه ساعتين. الديستانس اللي هو مشي كده 5 ولحد هنا كان 9 وبعدين رجع ل B تاني، صح؟ وقال كده مشي من A ل C وبعدين رجع ل B، يعني مشي كده 9 كيلو قدام ورجع من ال 9 لل 5 يعني رجع 4، يبقى 9 بلس 4 يعني 13. ازاي؟ ماشي نعيد تاني، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. لا 13 صح، يبقى التوتال ديستانس 13. ماشي، يبقى كده غالبا في حاجه غلط في السؤال. تمام، ان هو بيقول مشي من A ل C بعد كده رجع ل B، رجع للمره الاخيره من 0 لحد 9 10 11 12 13. لا 13، فكده اكيد في حاجه غلط في الاختيارات. ماشي هنعدلهم ونخليهم 13. طب الديسبيسمنت بقى من البدايه للنهايه، من البدايه للنهايه يعني الحته دي بس اللي هي 5. كده بدات تظبط اهي، يبقى 5. طب عايز السبيد، خلاص مش لازم نكمل، هي مفيش اختيار واحد بس، اختيار واحد بس اللي صح. طب السؤال اللي بعده، عايز الفيلوسيتي بزيرو وانا مغمض عشان هو رجع مكانه تاني، بدأ من ايه ولف ورجع لايه؟ فزيرو. ده عمال يسرع، طالما بيسرع يبقى ده يعتبر سرعته، خلي بالك هو كان في الاول تقريبا سرعه ثابته، لا كان بيسرع، المسافه هنا كبيره، كان بيسرع ودي كلها برضه عمال المسافه تزيد. ماشي، تقريبا الاسهم دي كده متساويه، تمام؟ مش عارف بيلعب على النظر بتاعنا ليه، بس هي كانت بتزيد بعد كده ثبتت، فخلينا نقول ان هي كانت يونيفورم بعد كده نون يونيفورم بعد كده يونيفورم، كانت بتتغير بعد كده ثبتت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انهي من دول اترست، الحته دي ودي، يعني بي سي ودي اي، بي سي ودي اي اللي هي سي. انهي من دول بوزيتيف اللي طالع لفوق اللي هو اي بي؟ مين في دول نيجاتيف اللي نازل لتحت اللي هو سي دي؟ طيب عايز يحسب الافريج فيلوسيتي، هنوصل خط من البدايه للنهايه، ادي البدايه وادي النهايه، نوصل خط ما بينهم نعرف نجيب الفيلوسيتي عادي، بيعدي بالاوريجن، يبقى ناخد الرقم ده على ده يعني 3 على 10 على طول، يبقى الاجابه تطلع 3 اوفر 10 اللي هي 0.3. الافريج فيلوسيتي بنوصل خط من البدايه للنهايه. طيب اليونيفورم فيلوسيتي it is the velocity when the body cover equal distances at equal periods of time. هنا equal distances at unequal periods of time، ازمنه متساويه مسافات متساويه، هنا واحده فيهم متساويه والثانيه لا. الموشن دايجرام، شكل الرسمه بتاعتهم اعتبرها جراف بقى، بلاش موشن دايجرام عشان نرسم يعني بني ادمين كده زي اللي كان من شويه ده. فدي رسمتها اهي، سرعه ثابته، ودي يا سيدي يقول انها كانها سرعه متغيره كيرف. ماشي، ده هو طلع عايز دي تحت، ماشي نرسمها عادي. يبقى هنا الديستانس تايم جراف اهو، وده الديستانس تايم جراف اللي هو نون يونيفورم. الموشن دايجرام ماشي هنعمل زي شريط كده، ده سرعته ثابته يعني سيب نفس المسافه بين النقط، وده سرعته متغيره يبقى سيب مسافات مختلفه بين النقط، ده معنى موشن دايجرام. طيب المقارنه ما بين translational motion it is the motion at which object moves from starting point to ending point، ولكن البريودك motion it is the motion in which object repeats motion in equal periods of time. الامثله على translational motion train car، ولكن هنا مثلا فان مروحه، ممكن مثلا ايه تاني pendulum، اي حاجه بتتحرك وترجع لمكانها تاني بنسميها periodic motion. What's meant by speed of the car 10? This means that in a distance over time 10 meter per second، او ممكن تقول the body moves 10 meter each second، بيمشي 10 متر كل ثانيه.
طيب ده معناه الفيلوسيتي بقى، هقول له displacement over time بتساوي 6. تمام. when does the instantaneous velocity equal the average velocity؟ امتى السرعه الانستنتينيوس تساوي الافريج؟ when object moves with regular speed او regular velocity. لو الجسم ماشي بسرعه ثابته. تمام. لو الجسم ماشي بسرعه ثابته ده معناه ان هو كل حاجه هتبقى متساويه. السؤال اللي بعده بيقول لي the figure shows a straight line motion of a skater starting from point A at time 0 until reaching point D لحد ما وصل لنقطة D عند time 3 minutes. يعني هو في أول دقيقة راح عند نقطة B. ماشي. تعال نمشي واحدة على time A till 0 reaching point D at time equal 3 لحد ما وصل عند نقطة D بعد 3 دقايق. covering distances shown in the figure along the path A B C D. يعني هو مشي لحد B بعد كده رجع عند C بعد كده راح عند D. تمام. عايز الافريج سبيد. هنجمع الاول الديستانس. كده الراجل ده مشي 40 و140 يعني كده مشي قد ايه؟ 180. بعد كده رجع للسي تاني 140. بعد كده رجع للدي تاني 100. تمام. دي كده التوتال ديستانس. التوتال تايم بقى بكام؟ كله في الاخر 3 دقايق بس نحولها لسكندز فيبقى 3/60. فنحسب بقى الكلام ده كده 180 بلس 140 بلس 100 over 3/60 تطلع 7/3. تطلع الإجابة 7/3 متر per second. السؤال اللي بعده بيقول لي a train travels in a straight line for period of time t at an average velocity v. من الآخر يعني هو عايز الافريج سبيد. القانون بتاع الافريج سبيد هو عبارة عن total distance over total time. التوتال تايم سهل 3 تي وتي يعني 4 تي 4. طب التوتال ديستانس نجيبها ازاي بقى؟ ما انت عندك في اول مره التايم تي والسرعه في. ازاي بنجيب الديسبيسمنت او الديستانس؟ هنا ستريت لاين مش فارقه فنعمل تي باي في يعني 1 باي 1 ب1. طب ازاي نجيب الثانيه بقى الديسبيسمنت؟ هنعمل ده باي ده يعني 9 3 باي 3 ب 9. نجمع بقى التوتال ديستانس اللي هي 1 بلس 9 اهي ونحسب الكلام ده يطلع 2.5. تطلع 2.5 بس نحط جنبيها حرف الفي لان لو تاخد بالك انا شلت الحروف كلها وانا بحسب بس احنا بنحسب سبيد فحط جنبيها حرف الفي في الاخر. طيب الرسمه دي مين فيهم اسرع وليه؟ طبعا الاسرع فيهم اكيد هو الاعلى اللي هي نقطه بي. ليه؟ because the speed increases. الجراف ده معناه السرعه بتزيد. طيب الرسمه اللي بعدها عايز يعرف مين في دول اسرع. الاسرع فيهم هو بي لانه رافع راسه لفوق اكتر. تمام. قريب من الواي اكسس اكتر. طب ليه؟ هقول له because the slope of b. هقول له عشان السلوب بتاع b الميله بتاعت b اعلى. slope of b greater than slope of a. ماشي. كده الحمد لله خلصنا الاسبوع الثالث اللي هو الفيلوسيتي. الاسبوع اللي بعده فيه الاكسلريشن. اول سؤال بيقول which of the following statements doesn't correctly describe the acceleration؟ مين في دول مش بيوصف الاكسلريشن؟ object increases its velocity during motion ولا object that changes direction of its velocity during motion ولا object decreases velocity ولا object changes its displacement regularly over time. كلمة changing displacement regularly معناها سرعة ثابتة فهي دي الوحيدة اللي مش معناها acceleration. أي حاجة من اللي فاتوا دول بص فيها إيه؟ increase velocity change direction of velocity decrease velocity. أي حاجة فيها تغير velocity يبقى دي acceleration بس آخر واحدة لأ. when the driver passes the brakes لما السواق ده يدوس فرامل the car moves at an acceleration of in the same direction. لو داس فرامل لا دي مش same direction. الفرامل تعتبر عكس الاتجاه وهتخلي العربية تبطأ. when a ball rolls لو حدفنا كورة كده بتاعت بولينج مثلا down an inclined plane بس نازلة من على inclined plane نازلة من فوق يبقى سرعتها هتزيد يعني الاكسلريشن بوزيتيف. ماشي. if a body starts moving from rest بدأ الحركة من الريست يبقى الريشيو of its velocity after a certain time to its acceleration is equal to. يعني ايه الكلام ده؟ لو بدأ من الريست يعني ال v1 بزيرو ساعتها لو جيت تجيب الاكسلريشن هتساوي v2 minus v1 over time. فيبقى ليه the ratio of its velocity after a certain time to its acceleration. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. ال v1 بزيرو يعني الاكسلريشن بتساوي v2 على التايم
هو عايز ايه بقى؟ عايز الريشيو ما بين الفيلوسيتي والاكسلريشن، يعني عايز يجيب الاكسلريشن تحت هنا. لو انت شاطر في الماث فانت عارف ان التايم لو جه هنا هينزل مكانه تحت الاكسلريشن، هيبقى V2 على الاكسلريشن بتساوي التايم، يبقى الريشيو ما بين الاثنين دول هتساوي التايم. تمام، كانه بيختبرني في القانون يعني. طيب السؤال اللي بعده when you observe the motion of 4 different objects، قدامك 4 اجسام بيتحركوا at equal time intervals as shown in the figures below. Which figure represent a case where the acceleration is in the same direction of motion؟ مين في دول معناه الاكسلريشن في نفس اتجاه الحركه؟ يعني مين في دول بيسرع من الاخر؟ فطبعا واضح اللي بيسرع هو نمبر سي، عمال يسيب مسافات اكتر فهو بيسرع. عايز يحول الرسم بتاعت الفيلوسيتي لرسمه اكسلريشن، فلو فاكر القواعد اللي قلناها الستريت لاين بيتحول الى باراليل لاين، والباراليل لاين هيبقى في الاتجاه البوستيف عشان ده طالع، فمبدئيا كده اصلا مفيش غير دي. طيب ده خط نازل، خط نازل فيتحول برضو الباراليل لاين بس في الاتجاه النيجاتيف تحت. طب ده طالع فيبقى بوستيف، فتلاقي الرسمه ايه؟ عامله زي الثلاث شرط كده، هم الثلاثه دول. طيب السؤال رقم 7 The graph shows the relationship between velocity and time. عايز الريشيو ما بين الاكسلريشن بتاعت AB و BC. الاكسلريشن بتاعت AB هنعمل تان الانجل اللي هي تان 60. طب الاكسلريشن بتاعت البي سي هنعمل برضو تان الانجل، بس الانجل بتاعته بقت كام؟ 30. يبقى نعمل تان 60 اوفر تان 30. حسبنا الكلام ده طلع ب 3 اوفر 1 او 3 يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي the following two graphs represent the motion of two objects constant acceleration. خد بالك constant acceleration معناها ان هنا في ايه؟ حرف الايه دي معناها acceleration ثابته. طب لو هنا في velocity وهنا time دي برضو معناها برضو acceleration ثابته، يعني السرعه بتزيد زياده ثابته. فده معناه ان رقم 1 هو بيسأل عن مين فيهم؟ عايز ال dimensional formula from the ratio between 1 و 2. نمبر 1 ده الدايمنشن بتاعته LT باور نيجاتيف 2 اللي هي acceleration، ولكن الفيلوسيتي LT باور نيجاتيف 1. هو عايز الريشيو ما بين الاثنين، عايز نقسم ده على ده. فلو قسمت 1 على 2 يعني LT باور نيجاتيف 2 قسمتها على LT باور نيجاتيف 1، ده هيروح مع ده وهنعمل هنا الباور ماينس هيطلع لك T باور نيجاتيف 1. طب السؤال اللي بعده عايز الريشيو ما بين الاكسلريشن الاولى والاكسلريشن الثانيه. الاكسلريشن هنا 6 على 3 يعني 2، والاكسلريشن هنا قدامك جاهزه ب 6 على طول. هو عايز الريشيو ما بين ال 2 وال 6، يعني نقسم ال 2 على ال 6 هيطلع 1 على 3، تقسم 2 ديفايد 6 او 2 اوفر 6. طيب الاسئله الاساسيه object A began moving from rest، يبقى كده معانا ان ال V1 بزيرو والاكسلريشن ب 2، while object B began moving at velocity 20 ولكن ال V2 ب 20 والاكسلريشن مش ال V2 بقى، object B ده جسم تاني بدأ الحركه عند ال V1 برضه بس بتاع الجسم التاني، ودي الاكسلريشن. عايز الفيلوسيتي بتاعتهم هما الاثنين بعد 5 ثواني. خلي بالك بقى من حاجه، احنا عندنا التراينجل بتاع الاكسلريشن اهو V2 minus V1 over التايم صح؟ طيب لو انا عايز ال V2 ممكن نعمل لها قانون لوحدها كده، هيبقى V1 plus الاكسلريشن باي تايم، يا اما ممكن تحسبها وتعمل شيفت سولو بس كده اسهل يعني. كانك بالظبط لو انت عايز اللي فوق ده تعمل دول باي بعض والنيجاتيف ده يروح هناك بالبوزيتيف. طب لو انا عايز ال V1 ده قانون تاني هيساوي V2 minus الاكسلريشن باي تايم. تمام، فتعال نطبق بقى القانون. هو عايز ال V2 في الحالتين، ال V2 في الحاله الاولى هتبقى V1 plus acceleration by time، ال V1 في اول حاله بزيرو والاكسلريشن ب 2 والتايم ب 5، فالكلام ده هيطلع ب 10. طيب السؤال اللي بعده بقى عايز ال V2 هيساوي V1 plus acceleration by time برضه، بس ال V1 المره دي ب 20 والاكسلريشن بنيجاتيف 2 والتايم برضه ب 5. هنحسب الكلام ده هيطلع برضه ب 10. تمام، بس واحد فيهم كان بيسرع وواحد فيهم بيبطئ. طيب نفس الكلام برضو الاسبوع الثالث بس الاساينمنت اللي بعده. The dimensional formula of acceleration لو فاكر كانت LT باور نيجاتيف 2. LT باور نيجاتيف 2 المفروض LT باور نيجاتيف 2 يا اما L اوفر T باور 2. ف هنا L دي غلط ودي برضو غلط، تقريبا كلهم غلط كده، في مشكله في السؤال طبعا، يعني الاجابه الصح هي دي او دي وهي مش موجوده في الاختيارات. If the velocity of car increases uniformly ده معناه ان الاكسلريشن بوزيتيف لان هي بتزيد. A car moving at north with velocity 90 the acceleration 3 south يبقى ال velocity after 6 seconds will be. طيب هو بيقول لك ان ال velocity ب 90 كم per hour
والاكسلريشن ب 3، بس خد بالك الاكسلريشن عكس اتجاه السرعه، فده معناه هو عايز السرعه الثانيه بكام. لو فاكر لسه قايل لك ان الفي 2 بتساوي في 1 بلس الاكسلريشن باي تايم. الفي 1 اللي هي 90 بس هنحولها، هنعمل لها باي 5 على 18 عشان تطلع 25 تقريبا. تمام، يبقى كده الفي 1 اهي بلس الاكسلريشن بنيجاتيف 3 عشان عكس الاتجاه، ده ساوث وده نورث. لا باي التايم، التايم ب 6 سكندز، تعمل هنا باي 6، فالكلام ده هيطلع 7. 7 فين بقى؟ طلعت بوزيتيف، يبقى طلعت في اتجاه النورث، يبقى سوري بوزيتيف يعني في اتجاه النورث فكده طلعت ب 7 بس مش موجوده. حلو الكلام ده. 7 متر بير سكند نورث. هنحول دي بقى كيلومتر بير اور، فنعمل 7 ديفايدد 5 على 18، طلعت ب 25.2 اهي. لما حولناها كيلومتر بير اور طلعت موجوده. An object started moving from rest يعني ال V1 بزيرو. Constant acceleration. The average velocity during time t from starting was 9. So its average velocity during time 3t from the starting is. يعني ايه الكلام ده؟ هو بادئ من الريست، يعني ال V1 بزيرو وماشي باكسلريشن ثابته. لما تكون الاكسلريشن ثابته اعرف ان الافريج فيلوسيتي بتساوي ال V1 بلس V2 اوفر 2. فبقول لي الافريج فيلوسيتي بعد تايم t 9. تعال نحسبها كده، ادي ال 9 بتساوي ال V1 هو قايل انها بزيرو بلس V2 اوفر 2. من هنا هقدر اجيب ال V2 هتطلع ب 18. طيب هو عايز ايه بقى؟ الافريج فيلوسيتي during 3t from starting. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الافريج فيلوسيتي هيساوي V1 بلس V2 على 2 برضه. بس الافريج فيلوسيتي بقى بتساوي ال V1 المره دي برضه اللي هي 0 وال V2 from starting 9. ماشي. بص هو بعد تايم تي يعني احنا جبناها ده ملوش لازمه، معلش اعتبرني اعيد المساله تاني. في حته كده بالسنس يعني هتوفر معانا وقت كبير قوي لو فهمتها. بعد وقت اسمه تي السرعه بقت 9، يبقى بعد وقت اسمه 3 تي هتبقى 3 باي 9 يعني 3 باي 9. بعد تايم تي بقت 9، يبقى بعد تايم 3 تي هتبقى قد الرقم ده 3 مرات يعني 27. طيب ازاي اجيب بقى الافريج فيلوسيتي؟ الافريج فيلوسيتي بتساوي V1 اللي هي 0 بلس الفي الاخيره اللي هي 27 اوفر 2. يبقى 27 اوفر 2 تطلع ب 13.5. بس كده في حاجه مش مظبوطه. Object starting from rest at constant acceleration during velocity في time t from starting was 9. ماشي. from starting ما هو كاتب الستارتنج هنا ايه؟ يعني اعتبر الستارتنج هنا 9، هو ده قصده تقريبا. هنعتبر الستارتنج ب 9. يبقى 9 بلس 27 اوفر 2 تطلع ب 18. ماشي. المفروض الستارتنج بزيرو بس ما علينا يعني خلاص، كانه ما بداش من الزيرو. المفروض لو شلنا فروم ستارتنج يبقى كلامه صح، بس خلاص يعني السؤال ده اعتقد فيه مشكله، احنا حليناه بس اعتقد فيه مشكله فممكن تسيبك منه يعني. طيب السؤال اللي بعده عايز الريشيو ما بين الاكسلريشن اكس وواي. اكسلريشن اكس هنعمل تان الانجل كلها اللي هي 45 و 15 يعني تان 60. اكسلريشن واي هنعمل تان 45. هنحسب الكلام ده هيطلع روت 3 اوفر 1 اللي هي نمبر A. طيب الشكل اللي قدامك ده عايز الاكسلريشن ريشيو بتوين اكسلريشن اي بي. الاكسلريشن اي بي هنقسم ده على ده تبقى 4، والاكسلريشن سي دي هنجيب الاكسلريشن سي دي ازاي؟ الاكسلريشن سي دي مش بتعدي بالاوريجن، فنروح نعمل الرقمين دول ماينس يعني 40 ماينس 0 اوفر 25 ماينس 20 اللي هي 5 يعني، فالكلام ده هيطلع ب 8. يبقى الريشيو ما بينهم 4 اوفر 8. 4 اوفر 8 دي اللي هتطلع لك كاف بالاله الحاسبه. طيب السؤال اللي بعده the corresponding graph shows the relationship between acceleration and time. هو عايز ايه بقى؟ the velocity of the object after 5 seconds from starting motion. عايز سرعته بعد 5 ثواني، يعني عايز سرعته هنا تقريبا بكام؟ عند ال 5 seconds. طيب تعالى في البدايه كده هنعمل حركه حلوه قوي. طبعا خلي بالك انت لو جبت اللي تشينج ان فيلوسيتي، تعالى بس نقراها كده عشان لو في حاجه معلومه زياده. The corresponding graph shows the relationship between the acceleration of an object and the time it takes to move. According to the graph, the velocity of the object after 5 seconds from starting motion. ماشي. خلي بالك ان انت لو جبت هو قايل ان هو بادئ من الريست،
فروم ستارتنج، هو مش قايل بادئ منين بس ماشي. هو في الاول خالص الاكسلريشن بفور. انت عارف انت لو حسبت الحته دي الاريا هنا هتجيب التشينج ان فيلوسيتي، يعني 2 باي 4 بكام؟ ب 8. بعد كده الاكسلريشن بزيرو، يعني سرعته ثابته. تمام؟ بس احنا لازم يقول لي المساله بادئه من الريست. ماشي. تعالى نمشيها واحده واحده. كده الفي 1 بزيرو، البدايه بريست، والفي 2 هو بيقول لك ان التشينج ان فيلوسيتي هنا ب 8، لان احنا حسبنا جبنا الاريا لينث باي ويتس، فهنا 8 هيفضل ثابت على 8 لحد ما يجي هنا، فهنا سرعته 8. بعد كده تعالى بقى نجيب الاكسلريشن، سوري تعالى نجيب الفي 2 مره ثانيه، بس هو عايز الفي 2 بقى عند 5 ثواني، يعني بعد ثانيه كمان. سؤال بقى، هي الاكسلريشن بكام؟ ب 4. ده معناه ان سرعته كانت 8 وهتزيد 4، يعني كام؟ يعني 12. لا تاني عشان الحته دي رخمه، هي رخمه جدا بصراحه برضه. ايه اللي حصل هنا في الرسمه دي؟ بص يا سيدي، في الجزء ده لو جبنا الاريا بتاعته هيجيب لك الفيلوسيتي ب 8. الخط الاحمر ده معناه ان الاكسلريشن بزيرو، يعني السرعه ثابته ب 8، يعني لحد ما جيت هنا كانت السرعه 8. الكلام ده عند الاربع ثواني كانت سرعتي 8. طب عند الخمس ثواني والست ثواني قال لك ساعتها الاكسلريشن ب 4، يعني كل ما تمشي خطوه زود 4. فعند انا جبتها عند الاربع ثواني كانت 8، يبقى عند الخمس ثواني زود على ال 8 4 تبقى 12. ده حل السؤال يعني. طيب مين في دول اكسلريشن بزيرو؟ السرعه الثابته. السرعه الثابته يعني سي وبي، وكمان دي مكانه ثابت، يعني هم الثلاثه هيدوا السرعه بزيرو، او هيدوا الاكسلريشن بزيرو قصدي. الثلاثه دول هيدوا الاكسلريشن بزيرو. طيب مين في دول يونيفورم اكسلريشن؟ يعني اكسلريشن ثابته. اكسلريشن ثابته يبقى هي نمبر سي فقط. طيب السؤال اللي بعده عايز يحول الاكسلريشن لماس، لديستنس سوري. لو فاكر انا كنا ماشيين دي في اي، فانا كده عايز ارجع خطوتين لورا. فالبارallel لاين بيتحول لستريت لاين، والستريت لاين بيتحول لكيرف، يبقى لازم الرسمه دي يبقى فيها كيرف. يبقى دي غلط ودي غلط. والكيرف هيبقى عامل كده ليه؟ لانه الاكسلريشن بالنيجاتيف، فالكيرف هيبقى الكيرف اللي بيقل مش الكيرف اللي بيزيد. كده خلصنا الحمد لله الجزء بتاع الاكسلريشن. نشوفكم على خير الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.